أردت أن أبني حائطا لبستاني يا رسول الله، فمنعتني نخلة هي لأحد الناس. يا رسول الله أنا رجل فقير، أنا شاب يتيم، تمنعني النخلة. فقال ائتوني بصاحب النخلة. أتى صاحب النخلة للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له المصطفى؟ قال له أعقد معك صفقة تجارية. قال وما هي الصفقة يا رسول الله؟ قال اترك هذه النخلة لهذا الشاب اليتيم وأنا أضمن لك نخلة عند جنات رب العالمين. اترك النخلة في الدنيا لليتيم، أضمن لك نخلة في جنات رب العالمين. هذه صفقة رابحة. ماذا قال هذا الرجل؟ قال لا يا رسول الله، أين نحن وأين جنات رب العالمين؟ أنا أريد في هذه الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، كل متاع الدنيا قليل، دنيا تضحك على الناس. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، لها يجمع المجانين. يسمع سيدنا أبو الدحداح من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، يقول ائذن لي بالكلام يا رسول الله. انظر إلى الأدب، إلى الأخلاق، أخلاق رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. ائذن لي بالكلام. فأذن له النبي بالكلام عليه الصلاة والسلام. قال له يا رجل أتبيعني نخلتك ببستاني؟ فتعجب الرجل، أبيع نخلة واحدة ببستان أبو الدحداح فيه 600 نخلة من أجود أنواع النخل، ينتج أفضل أنواع التمور، تنتج من التمور في العام إنتاجا كبيرا غريبا عجيبا. فتعجب الرجل وقال أتصدقني الكلام يا أبو الدحداح؟ قال أعطيك البستان وأعطيك البيت والبئر والحائط. قال هكذا البيع، لقد بعتك النخلة. فإذا بسيدنا أبو الدحداح ينظر إلى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله ها هي النخلة أعطيها لليتيم، أتضمن لي نخلة في جنات رب العالمين؟ فقال النبي لا يا أبو الدحداح، لا يا أبو الدحداح، لا أضمن لك نخلة في جنات رب العالمين. فبكى سيدنا أبو الدحداح وقال لماذا يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ضمن نخلة بنخلة. أنت جدت على الله وتكرمت على الله ب600 نخلة. ونظر النبي إلى السماء كأنه ينظر إلى جنات رب العالمين، ويقول النبي متبسما، وكان النبي إذا تبسم خرج نور من وجهه غطى على نور القمر عليه الصلاة والسلام. نعم والله. ونظر النبي إلى السماء كأنه ينظر إلى جنات رب العالمين، وقال كم من مداح لأبو الدحداح. والمداح البستان في الجنة الممتلئ بالنخل. وقال كم من مداح لأبو الدحداح، كم من مداح لأبو الدحداح. يرجع سيدنا أبو الدحداح إلى بيته، اخرجي يا امرأة، هات العيال وهات الأولاد. قالت ماذا يا أبو الدحداح؟ قال لها لقد بعت البئر والحائط والبستان والنخل. قالت بكم بعت يا أبو الدحداح؟ المرأة تطمئن على زوجها، البيع ازاي تمر. انظروا، قالت له بكم بعت يا أبو الدحداح؟ قال بعت كل هذا بنخلة في جنات رب العالمين. بعت كل هذا النخل والبستان والبيت والحائط والبئر بنخلة في جنات رب العالمين. ماذا قالت هذه المرأة التي تربت في بيئة عطرة، تربت على كلام الله، تربت في مدرسة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قالت لقد ربح البيع أبا الدحداح، لقد ربح البيع أبا الدحداح. وإذا بهم يخرجون جميعهم، فإذا بابنتها الصغيرة تمسك تمرة تضعها في فمها فتجري زوجة أبو الدحداح. انظروا إلى المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا ماذا فعلت المرأة في عهد النبي. كان إذا خرج زوجها من البيت بعد صلاة الفجر للعمل تقول يا رجل اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، فإننا نقوى على جوع الدنيا ولا نقوى على نار الآخرة. انظروا كيف كانت توصي زوجها، تقول اتق الله فينا، اتق الله فينا
كانت المرأة في قديم الزمان، أحد الصالحين كان ينام، وعندما يستيقظ من الليل يجد زوجته تصلي، ينام يستيقظ يجد زوجته تصلي، ينام يستيقظ يجد زوجته تصلي، فيسألها باستفهام وتعجب ويقول لها ألا تنامين؟ أنت مش بتنامي خالص. فقالت له كيف ينام من علم أن حبيبه رب العالمين لا يغفل ولا ينام؟ كيف أنام وقد علمت أن حبيبي رب العالمين لا يغفل ولا ينام؟ زوج أبا الدحداح تجري ناحية ابنتها التي وضعت التمرة في فمها وأخرجتها من فم ابنتها وقالت يا بنيتي إنها ليست ملكنا الآن، إننا نقوى على جوع الدنيا ولا نقوى على سؤال الله عز وجل في الآخرة. انظر يا أحباب، تمرة تخاف المرأة أن تسأل أمام الله على تمرة تأكلها بنية لم يجري عليها القلم، فما بالون بحال نسائنا في هذا الزمان.